حلقة النهاردة قصة من أغرب وأعجب القصص اللي ممكن تسمعها في حياتك. بيتجرد فيها الإنسان من عقليته وبيتحول لحيوان ما بيجريش غير ورا شهواته وغرايزه. أنا إبراهيم جلال وده مسرح الجريمة. قصتنا بتبدأ في محافظة الفيوم سنة 2019. عيلة بسيطة مكونة من أب وأم وثلاث بنات. الأب اسمه زغلول وبنته الكبيرة اسمها فرحة، وفرحة في الوقت ده كان عندها 19 سنة، وبيتقدم لفرحة عريس من أهل القرية اللي عايشين فيها. والعريس ده كان من عيلة مرتاحة ماديا وكان شغال في واحدة من الدول العربية، فكان مرتاح ماديا وقادر إن هو يفتح بيت. ووافقت عيلة فرحة على العريس ده وفعلا تم الجواز. وبعد شهور بسيطة من الجواز سافر جوز فرحة على البلد اللي شغال فيها. وكان موضوع سفر جوز فرحة في الأول بالنسبة لها عادي وقالت فترة وهتعدي، بس بسبب غيابه الطويل عنها بدأت فرحة تعمل مشاكل كبيرة ما بينها وما بين جوزها، لأنه غيابه عنها كان بيطول. وبدأت تطلب منه إن هو يسيب شغله في الدولة دي ويجي يشتغل هنا في مصر عشان يبقى جنبها. وطبعا جوزها رفض بسبب العائد المادي اللي بياخده من بره. ولما حست فرحة إن هي عايشة عشان تخدم أهل جوزها بس وإن عايشة خدامة ليهم، عملت مشكلة كبيرة مع أهل جوزها ولمت هدومها وطلعت على بيت أهلها اللي كانت مصدقة اتخرجت منه بسبب المشاكل الكبيرة اللي كانت بتحصل ما بين أبوها وما بين أمها، وزعيق أبوها دايما لأمها والمشاكل الكتير اللي كانت بتحصل ما بينهم. ولما رجعت فرحة على بيت أهلها وقعدت مع أبوها عشان تحاول تحل المشاكل دي وقعدت عشان تسمع من أبوها، حكى لها أبوها كل حاجة وقال لها إن أمها مقصرة معاه في حقوقه الزوجية وإنه لسه بصحته وليه متطلبات أمها مش عايزة تديها له. وتفاجئ الأب بأوسخ وأحقر وأقذر رد ممكن يتسمع. قالت له ما تزعلش يابا، واللي اتأثر فيه الأم البت تسد فيه. وتفاجئ واتصدم الأب برد بنته عليه، بس كان باب الشيطان اتفتح والشيطان قعد يحلل زغلول بنته في عينيه وبدأ يقرب منها ويتودد ليها. واتصدم زغلول لما لقى نفس الرد من بنته، وفعلا وقعوا هما الاتنين في المحظور اللي ربنا ميزنا بالعقل عشان ما نقعش فيه. وكأنهم زي الحيوانات بيجروا ورا شهواتهم وغرايزهم بس. واستمرت العلاقة القذرة دي في السر فترة كبيرة لحد ما في يوم أم فرحة تصحى في وقت متأخر من الليل وتسمع صوت خارج من أوضة بنتها فرحة، فبتفتح الباب عشان تطمن على بنتها. وبتتفاجئ وبتتصدم الأم بأبشع منظر ممكن تشوفه في حياتها. الأب وبنته في علاقة كاملة مع بعض، وتسقط الأم من طولها من المنظر اللي شافته. ولما بتفوق بتفكر إن زغلول أكبر بنته على اللي هما بيعملوه ده، بس بتتصدم لما بتعرف إن كل ده بموافقة بنتها وإنها بتعمل كده بمزاجها. وبتقول لها إنها بتعمل عشان تسد التأثير اللي من ناحيتها اتجاه أبوها، أحسن مليون مرة ما يجيب لنا واحدة من بره وتقاسمنا في رزقنا. وخدت العلاقة دي منحنى تاني خالص، وكان بيعملوا كده في أي وقت والأطفال الصغيرين موجودة كمان. ولما بتحاول الأم توقف الموضوع ده كذا مرة وبتنصحهم إن هما بيعملوه ده ضد أي شرع وأي دين ما بيوقفوش، وبتستمر العلاقة دي مدة كبيرة لحد ما بتقرر الأم إنها تاخد بناتها الصغيرين وتطلع وتسافر بيهم على محافظة القاهرة وبتشتغل هناك وبتعيش هي وبناتها الاتنين. وبعد مرور سنتين في العلاقة دي بتتفاجئ فرح وأبوها باللي ما كانوش متوقعين. فرحة بتطلع حامل وبتروح لأبوها وبتقول له إنها حامل، فبيقترح عليها أبوها إن هم يسقطوا الجنين، بس بيبقى عدى الوقت اللي ينفع تنزل فيه الجنين، وإنها لو حاولت تنزله دلوقتي هيبقى في خطر كبير على حياتها. فبيقترح زغلول حل تاني إن هم يكملوا الحمل ولما تولد يتخلصوا من الطفل ده وبتستمر الحياة عادي. وأول ما بتبدأ فرحة يبان عليها الحمل وبطنها بتكبر بتستخبى عن عيون الناس وبتقعد في البيت وما بتنزلش منه خالص لحد ما بيجي يوم الولادة وبياخدها أبوها على الوحدة الصحية. وهناك بيسألوا على جوزها، بس زغلول بيرد عليهم ويقول لهم إن هو مسافر وإن هو المسؤول عنها، وده طبيعي جدا لأن هو أبوها ومحدش هيشك في أي حاجة. وبعد ما بتولد وبيستلموا الجنين بيطلعوا بيه على البيت وبيقعدوا يفكروا ازاي هيتخلصوا منه لحد ما بتيجي في بالهم خطة شيطانية وبتمسك فرحة ابنها وبتخنقه بإيديها، وفي ثواني بيكون الطفل قاطع النفس. وما بتستكفاش بكده، بتجيب جوانتي من اللي كانت مستلماهم في المستشفى وبتلفه حوالين رقبته وبتقعد تخنق فيه عشان تتأكد إن هو مات. الطفل اللي مشكلته في الحياة إن دي أمه، وبعد ما بتتأكد إن هو مات بتديه لأبوها عشان يكمل بقية الخطة بتاعته. وبيجيب حجر وبيربطه حوالين وسط الطفل وبيحطه في كيسة سودا وبيحط معاه أي متعلقات خدوها من المستشفى أو تثبت إن هي ولدت. وبيتحركوا في وقت متأخر من الليل على أول مصرف أراضي زراعية بيقابلوه وبيرموا الكيسة اللي فيها الطفل
في المصرف ده. أول ما بيتأكدوا إن الكيسة نزلت في القاع بياخدوا بعضهم وبيتحركوا بسرعة على البيت عشان مفيش حد يشوفهم. وبعد أيام معدودة من مكان ما رموا الطفل بتطلع الكيسة على وش المية، واللي بيشوفها المزارعين اللي شغالين. وأول ما بيقربوا على الكيسة وبيفتحوها بيتفاجئوا بجثة الطفل، وبسرعة بيكلموا رجال الشرطة اللي بتوصل. وأول ما بتوصل رجال الشرطة وبتبدأ بعمل تحريات والتحقيقات مع الوحدات الصحية القريبة منهم والمستشفيات على عمليات الولادة اللي كانت في الفترة دي، لأنه كان باين على الطفل اللي لقوه إن هو حديث الولادة. وبعد بحث وتحقيقات بتقدر توصل رجال الشرطة لفرحة وأبوها، وبعد التحقيق معاهم بتنهار فرحة وبتعترف بكل حاجة، بس بتكذب وبتقول رجال الشرطة إن أبوها اغتصبها وإن هي عملت كده خوف منه إن هو يقتلها. بس رجال الشرطة لما بتستدعي الأم وأخواتها الاتنين للتحقيق بيقولوا إن العلاقة دي كانت بمحض إرادتها، وإن أبوها ما أجبرهاش على أي حاجة، وإنها كانت بتعمل كده بمزاجها. ولما بيطلع تقرير الطب الشرعي اللي بيثبت إن الطفل تم خنقه بالإيدين، بعديها تم ربط كيس بلاستيك حوالين رقبته وتم خنقه مرة أخرى بيه. ومش بس كده، وبيأكد تقرير الطب الشرعي بعد ما عمل تحليل DNA للطفل والزغلول بيطلع التقرير إن الطفل ده مش ابن زغلول، وبيقعد يزعق وبيقول إن بنته خانته. حاجة في منتهى القذارة والوقاحة. وبنعرف من خلال التحقيقات إن فرحة كانت على علاقة بشاب تاني من أهل القرية، وكان بيجيلها البيت في الوقت اللي أبوها متواجد فيه في الشغل. ونتيجة العلاقة دي حصل حمل، وبعد اعتراف فرحة وزغلول بارتكابهم الجريمة تم الحكم عليهم بالمؤبد لمدة 25 سنة، وده أقل حكم يستاهلوه. وده كان حسابهم في الدنيا، بس حسابهم قدام رب العالمين لسه مخلص. أقذر وأبشع أب وبنت ممكن تسمع عنهم في حياتك عبارة عن حيوانات، بل تكاد تكون الحيوانات أنظف منهم كمان. السلام عليكم.